بيكم حلقة جديدة من فيديو بودكاست احنا هنشتغل ايه. معانا النهاردة حد يعني متخصص في حاجة مختلفة شوية واخدها في زوايا غير الزوايا التقليدية للتدريب الرياضي واللياقة البدنية. اهلا بيك عمر. اهلا بيك علاء، صباح الخير. انا متشكر جدا انك معانا النهارده. احنا اتكلمنا دايما في بودكاست احنا هنشتغل ايه، بنحاول نساعد الناس ان هي تفهم اكتر الناس اللي بتشتغل الشغلانات اللي هم ممكن يكونوا شايفينها على مثلا السوشيال ميديا او حتى لو مش شايفينهم، وصلوا ازاي ان هم بيشتغلوا الشغلانه دي، تعلموا المهارات دي فين، وربما تكون بتفتح طريق لحد مهتم حاسس ان عنده شغف بالموضوع ده بس مش عارف السكه منين. فخلينا نبدا، تقول لنا كده انت النهارده بتعمل ايه وجيت في الحته دي ازاي؟ اوكي، الحته دي خليني ابدا بالتايم لاين الاول. اوكي. بدات من 2016 تقريبا. ازاي بدات بسيرتيفيكيشن صغيره قوي، بان انا كنت بجرب اشوف المجال الرياضه في العالم بيكلم النهارده على ايه، بيكلموا في ساينس او في العلم بتاع الرياضه ده عامل ازاي. لقيت حاجات مختلفه كتير قوي، بدات اتعلمها، بدات اخش عليها، بدات ادفع فلوس فيها عشان خاطر ابتدي اذاكرها. ده حصل على مدار 6 شهور او 5 شهور. بعد كده بدات اخد السيرتيفيكيشنز دي. اول حاجه كانت بالنسبه لي هي التدريب البدني للبروفيشنال اثليتس او للعيبه المحترفه. اوكي. دي كانت اكتر حاجه. اللعيبه المحترفه اللي بيلعبوا رياضات اخرى، مش بيلعبوا فتنس، يعني مش بيلعبوا مثلا كروسفيت، مش بيلعبوا اوكي بالظبط، مش بيلعبوا كوره تنس. بالظبط، عندهم كارير معين في الرياضه بتاعتهم. اوكي. لان انا كان عندي كارير في الرياضه بتاعتي اللي هي كانت كوره من يعني تقريبا 12-13 سنه. بعد كده كان دي اخر علاقتي بالموضوع. تمام. فقلت اكمله بسايد تاني او بحته تانية، ان انا ابقى انا المسؤول عن الشخص ده وبحسنه في الكارير بتاعه في الرياضه بتاعته. اكيد في طريقه اخرى يعني عشان بدنيا يعني عشان ارقام ابتدت تتغير جدا في العالم في كل الرياضات، في السبرنترز، في الباسكت بول، في الكوره، في كل حاجه. فالارقام دي بتتغير ازاي؟ اوكي. بدات الحكايه من هنا. اوكي. ولكن مش هو ده الاصل بتاعي، مش هو دي الحاجه اللي انا كنت بعملها في الاول. كنت بعمل حاجه تانية خالص. اوكي. طب ما تقول لي كده الاول، انت بدات منين؟ يعني خلصت مدرسه وقررت تروح تدرس ايه؟ بص، انا كنت محظوظ قوي ان انا كنت عارف بصراحه من وانا صغير انا عايز اعمل ايه. حلو. من وانا في المدرسه تقريبا مثلا من جريد 8 او من جريد 9 كنت عارف ان انا عايز اخش بيزنس. بحب ماركتنج جدا، انترستد قوي في حاجه ليها علاقه بالكوميونيكيشن. ما كنتش احسن واحد في الارقام مثلا از كيد يعني. فقلت خلاص انا هعمل ده، وفعلا عملته. اتخرجت من المدرسه، دخلت جامعه، دخلت ماركتنج ميجر، عملت يعني ماينر براندنج وبراند مانجمنت وكده، واشتغلت فيها بعد ما اتخرجت شويه. لكن كنت محظوظ ان انا مش يعني اشتغلت في مالتي ناشونال في مصر بسهوله وقتها. وكانت في الماركتنج ريسيرش. ما كانتش في براندنج قوي، ولكن كانت يعني to start with marketing research، تفهم تفاصيل كتيرة قوي في الماركت وانسايتس وستاديز مش عند اي حد. بالعكس، كل الشركات الكبيرة بتدور عليها عشان تعرف تاخد قرارات استراتيجيكلي في الشركة بتاعتها. حلو. والرياضه يعني مركونه شويه على جنب. والرياضه بروح رياضه بقى عادي، بروح الجيم، بتمرن يعني. بلعب كوره مع اصحابي مرتين او مره في الاسبوع، بنتجمع في حته معينه عادي زي اي بني ادم يعني. سايب الرياضه من فتره وبيبقى عنده اتاتشمنت معين ليها كده من بعيد. ولكن حصل انه حصل ظرف كده، جالي بعدها كانسر. عرفت ان انا تعبت شويه. فبعد سنه من التريتمنت ومن العلاج وكده، كانت اكسبيرينس ما كانتش اسهل حاجه في الدنيا صحيا. فقدرت الرياضه وقدرت الصحه بشكل مختلف. قيمتها عليك يعني. بالظبط. تمام. فبالتالي قيمتها على الناس هتبقى عامله ازاي؟ اوكي. فوقفت خالص، اي كويت ماي جوب، سبت الشغل بتاعي ده وفضلت قاعد مركز مع صحتي شويه لحد ما المشوار ده خلص. حلو. بعد ما خلص بقى بدات اعمل ريسيرش كده وابص اجي يمين وشمال في موضوع الرياضه. وبدات من هنا تقريبا كانت اخر 2016 اول 2017 اول سيرتيفيكيشن ليه. اوكي. بالذات متخصصه في البرفورمانس انهانسمنت. مين الجهات اللي بتطلع الشهادات يعني؟ متعلم العلم ده فين؟ معظمه جاي من امريكا. اوكي.
في يعني شركات اوروبيه بتعمل ده، بس تقريبا 90% منه جاي من امريكا. اوكي. هم بيهتموا باليوث او بالناشئين بشكل معين من هم صغيرين. اوكي. بيعملوا ايه وبياكلوا ايه في المدرسه، بيتشافوا ازاي، والسكاوتنج الناس اللي بتراقبهم وبتطلع منهم تالنتس وتوديهم نوادي. عندهم كده سيستم معين في الحته دي. حلو. فبالتالي بتلاقي عندهم يعني 20,000 واحد في الأولمبيكس. اوكي. واخدين مش عارف كام 1000 وكام ميداليه. صح. هم والصين مثلا. هم بيدوروا عليهم بسيستم معين من زمان وفي الدنيا واضحه يعني. بالظبط. ده 18 19 سنه تلاقيه جايب 6 ميداليات أوكي. للبلد. فالموضوع مختلف، فهم كويسين في الحته دي جدا. حلو. عملت اول واحده كان اسمها performance specialist، جايه من شركه اسمها اكسوس. اوكي. اكسوس عندهم فلسفه معينه، عندهم فلسفه في التمرين معينه، وحاجه فيري سيستماتيك، ومؤمنين جدا بده، وبينفع مع لعيبه جامده جدا زي بتوع الامريكان فوتبول والباسكت بول، اللي هم عندهم هناك عندهم فيزيكال ابيليتيز قويه قوي، ورياضه متنوعه برضو يعني. دي ليها شكل ودي ليها شكل بالظبط. فهي مناسبه للرياضات بشكل عام حتى لو كانت مختلفه. حلو قوي. يس. وبعد كده عملنا ايه عشان نطور بقى الموضوع ده؟ تاخده ازاي تطبقه على الارض؟ دايما بتابلاي على طول. فين انا بدات في اجنايت. اوكي. بدات ساعتها اطبق اللي انا اتعلمته ده، وكنت محظوظ شويه ان انا ساعتها جالي فرصه ان انا امرن فرقه كوره بتلعب في الدرجه الثانيه في مصر. وكان الستاف اللي موجود طاقم العمل كان برتغالي. حلو قوي. فقال لك احنا هنجيب عمر مع البرتغاليين دول، نعمل فرقه شكلها اوروبي شويه عشان نصعد من الدرجه الثانيه للدرجه الاولى. حلو. الكلام ده كان في نادي اسمه فاركو. اوكي. فروحنا، ده كان في اسكندريه، انا في القاهره، فسبت القاهره رحت اسكندريه، قعدت تقريبا سيزن الا حاجه بسيطه، وبدات ابلاي ده على الاكشن مره واحده مع بروفيشنال اثليتس، مع فرقه، مع جولز معينه، مع سكادجولز، مع كل حاجه زي ما المفروض فعلا تبقى موجوده. حلو جدا. وكانت ليرنينج كيرف بالنسبه لي كبيره قوي. بتشوف انه تقبلوا الفكره انه في شخص في السن ده، برضه في مصر مش عارف موضوع السن ده مهم، فالشخص في السن ده جاي لهم بحاجه علم ما هواش دارج قوي في السوق، وجاي يقول له لا دي بتعمل كده، لا دي بتعمل كده، ولاعيبه الكوره المفروض تعمل لها لياقه بدنيه بالشكل الفلاني. كان ايه مدى تقبلهم للفكره؟ بص انا مقتنع تماما انه ان المدرب لازم يبقى عنده كاريزما معينه. اوكي. انت لو عندك العلم زائد الكاريزما دي وبتوصلها للعيبه، هتلاقي ان الموضوع سهل قوي ان هو يهضمه ويبقى مؤمن بيه، وبالتالي لما ينفذه هتلاقيه بيستجيب جدا. اوكي. بيتحسن فيزيكلي، بيتحسن منتلي، موجود في الفرقه بشكل كويس، حاسس ان هو عنده سيلف كونفيدنس او ثقه في نفسه بطريقه معينه، فبالتالي خلاص هو على الطريق. اوكي. فعلم من غير ثقه اوكي او من غير كاريزما معينه، طريقه التوصيل كمان، طريقه توصيله هتبقى كانك انت مذاكر بس مش عارف تحل في الامتحان مثلا. اوكي. فهي معادله معينه كده. طيب خليني اخد كده بوز شويه. انت عارف في اخر 10 مثلا 12 سنه صناعه الفتنس يعني واللياقه البدنيه في العالم عامه حصل لها نهضه كبيره جدا جدا، وخاصه برضو في بلادنا هنا في مصر في الامارات الموضوع بدا ينتشر. الناس بتبدا تلعب رياضه كام سنه الموضوع عجبه، بس عايز يشتغل كوتش. حلو قوي. انت خدت سكه متخصصه شويه، بس لو احنا خدنا السكه العامه اكتر، عايز اشتغل كوتش في مكان بعمل اللي عارف الكلاسز اللي هي فيها 15 20 واحد جروب سيشنز، انا اعمل ايه عشان لو عجباني الموضوع ده وعايز اخش في السكه دي؟ في سيرتيفيكيشنز بتارجت حاجه زي كده. في سيرتيفيكيشنز بتارجت الناس اللي عندهم سكر بس، في ناس اللي هم لسه ستات حوامل وخلاص على وشك الولاده او ما بعد الولاده، في ناس بتعمل جروب تريننج بس، في حد متخصص في كروسفيت بس. ما كروسفيت دي النهارده الناس بتلعبها شويه في الجيمات كانها فتنس عادي، ولكن هي نوع من الرياضه دلوقتي، وليها كومبيتيشن وليها ريكويرمنتس معينه. حلو. فكل حاجه من دي ليها الشهاده بتاعتها. وفي حاجات جنرال بقى جدا بتعرف بس اتليست البيسكس، وازاي تمرن واحد جاي يتمرن في الجيم النهارده لاول مره او للمره اللي يعني بقاله سنه مثلا بيتمرن. اوكي. من خبرتك والكوتشز اللي انت ممكن تكون قابلتهم على مدار السنين، سواء قابلتهم في مصر او في حته تانية،
لقيت ان في ناس كانت ناجحه دارسه حاجه تانية غير موضوع السيرتيفيكيشنز. يعني مثلا لو دارس علوم التشريح والحاجه دي، بتحس انها مفيده بالنسبه له ككوتش، فهمان الجسم بيشتغل ازاي، العضلات بشكل معين، المفاصل، ولا مش حاسس انها مهمه قوي يعني؟ انا بشوفها ان هي، لا هي مهمه طبعا. اوكي. انا بشوفها ان هي على حسب انت قضيت وقت قد ايه عشان توصل للي انت فيه دلوقتي ده. اوكي. قضيت وقت مع نفسك قد ايه تطور من نفسك. أوكي. بالعلم اللي انت قادر تلمه حواليك عشان تقدر عندك مخزون معين من المعلومات ومن الخبره تقدر توصلها للبني ادم اللي قدامك. حلو. اللي هو اللعيب ده او الاثليت او الكلاينت ده ايا كان شكله عامل ازاي. فعلوم التشريح مهمه طبعا، مهمه. في علوم تانية جوه الميكانيكس مهمه، الحاجات الحركه كلها مهمه، مهمه. في كذا سيكشن مهم جدا. لو انت واخد حاجه معينه منه مش واخدهم كلهم، ممكن برضو ستيل في الحته دي تبقى متخصص فيه هو بس. انت بتعمل مثلا، في مدربين النهارده بيشتغلوا بيظبطوا بس البوستشر، ظهرك ورقبتك عامله ازاي، لان النهارده الناس كلها قاعده على اللابتوبس، قاعده على الموبايل، كله عامل كده، قاعد على المكتب. فالجسم خد بوزيشن مختلف تماما. في ناس متخصصه بس انها ترجع لك البوزيشن ده كما كان. أوكي. وتحسن البلاد فلو جدا في اللي واصل للمخ واللي ماشي حوالين الرقبه ومش عارف ايه، وبس ده اللي هو بيعمله. اوكي. طب انا لعبت لي رياضه كام سنه وعجبني قوي بقى الموضوع، قررت اسيب اللي بعمله واروح اتفرغ الموضوع ان انا ابقى كوتش فول تايم، اشتغل، هو دي شغلتي، اكل عيشي. ممكن تقول ايه للناس دي، بس عشان اللي هم مش مدركينه عن اليوم بتاع الكوتش ده عامل ازاي، وانه في فرق بين انك بتحب تحضر الكلاس بتاع التدريب تقعد لك ساعه ساعتين تتمرن مبسوط، وفي انك الموضوع يتحول الى شغلك اليومي من الصبح لحد بالليل. احكي لي الفرق كده، يعني عامله ازاي؟ انت برضو نقلت النقله دي وبقيت كنت موظف في شركه بتشتغل وعجبك الموضوع ورحت اشتغلته بعد كده. ايه الفرق اللي ممكن او التفاصيل اللي ما يكونش الناس عارفاها قوي؟ التفاصيل مختلفة تماما. حلو. يعني عامله زي ما تكون انت راكب سفينه وانت متعود ان انت تبقى قاعد في الدور اللي فوق في السفينه بتبص للسماء مبسوط من الميه وانت ماشي في الطريق، وفجاه تمسك تبقى القبطان. حلو. فجاه. فالموضوع مختلف تماما. المختلف فيه ان انت بتبقى عندك يعني صبر رهيب، عندك جيفنج، وانك تبقى عندك وقت وقادر ان انت تدي للي قدامك. مش اي حد يقدر يعمل كده. اوكي. مش اي حد يبقى عنده صبر على الشخص اللي قدامه. مش ان هو يعلمه 1+1 equals 2، لا، ان هو يحرك جسمه. هو جسم مش في يعني. مش في الكنترول بتاعي. اوكي. انا بحركه بفكره معينه من عندي بتطلع بفيربال كوميونيكيشن مثلا. فالموضوع مختلف تماما. الشغلانه مرهقه بدنيا جدا. أوكي. انت ممكن تبقى واقف ساعات كتيره جدا بتمرن، بتتحرك كتير قوي، ممكن تبقى بتزعق، ممكن تبقى بتشجع، ممكن فبتطلع انرجي تانية خالص. فممكن بعد ساعتين 3 تلاقي نفسك كأنك بتشتغل 12 ساعة. اوكي. مش ساعتين. احساسها مختلف. في ناس بتحس اللي هو التعب ده بالنسبة لي هو ده اللي انا مرضي بالنسبة لي يعني بالظبط المبسوط منه. وفي ناس بتبقى اللي هو مش قادر اتكلم مع حد. أوكي. انا يمكن اول سنة كنت ببقى اللي هو الشخص اللي انا عايز ارتاح دلوقتي. تمام. بعد كده خلاص بتتعود على الموضوع. فهي فيزيكلي مرهقه، منتلي مرهقه جدا، ومحتاج دايما تبقى مخك شغال وعندك دايما حلول. المدرب محتاج يبقى عنده حلول. النهارده مثلا لو بنتكلم على السايد الكروي في العالم، الناس كلها متابعه مانشستر سيتي، النهارده ريال مدريد، مش عارف ايه، المدربين كلهم عندهم حلول. اوكي. السيتي كان بيلعب من كام يوم مع ارسنال مش نفس الطريقه اللي بيلعب بيها طول السنه مع بقيه الفرق. اوكي. عشان بس ياخد المركز الاول. هو عمل غير سيستم معين كسب ارسنال يعني مثلا. يعني حتى مدرب اللياقه البدنيه اللي جاي له الكلاس ده او الشخص الفلاني اللي هيمرنه هو مش كتالوج احنا ماشيين عليه بنعيده من واحد للتاني زي ما هو. المفروض ما يبقاش كتالوج. اوكي. المفروض. لانه انت جسمك مختلف عن جسمي. اللي انت بتعرف تتحرك جواه غير انت بتقول ان انا بدات رياضه بعد سن 30 سنه تقريبا او 32 سنه. فواحد بدا رياضه 30 سنه، واحد بقى له بيلعب رياضه من هو عنده 10 سنين. اوكي. عمري ما هعمل ده زي ما هعمل ده، مع ان ال 10 سنين ممكن يبقى عنده مشاكل الدنيا باي ذا واي من الارهاق البدني اللي هو اتعرض بيه. اوكي. بس ده شخص هعامله بطريقه وهكومينيكيت معاه بطريقه وهمرنه ببروجرام مختلف. وده واحد تاني خالص همرنه بطريقه مختلفه تماما. عجباني شويه التخصص اللي انت بتعمله. بشوفك بتاخد الرياضه مع الرياضيين، في لعيب كوره
لعيبه تنس، لعيبه يمكن بشوف ناس كمان بتمرن بقى في مصر لعيبه الامريكان فوتبول. فهو ايه الفرق يعني؟ انا النهارده انا مدرب لياقه بدنيه، انت قلت لي انت خصصت شويه مع الجهه الفلانيه للرياضيين. هو ايه الفرق بين ده وبين الرياضه العامه اللي انا باجي اعملها مثلا في اماكن الفتنس المتاحه في مصر او هنا، مثلا كلاس عادي دخلت عملت كلاس ايا كان، هو ايه الفرق بين ده وده؟ الفرق في انك انت عندك رياضي بيجي بتشتغل معاه عشان تخليه اللعيب الكامل. اوكي. ما عندوش اصابات، لان هو بيسيبك وبينزل الملعب بتاعه فبيتعرض لستريس مختلف غير اللي هو بيجي لك عشانه، اللي هو التمرين المختلف، يعني بنسميه ستريس مختلف. وبتحاول تحسنه وتحسن كل نقاط الضعف عنده وتفل الجابس بتاعته عشان يقدر ان هو يكمل. فبروجرام بيبقى يعني personalized ليه هو جدا. حلو. وملوش وقت، ممكن يبقى نص ساعه، ممكن يبقى ساعتين، ممكن يبقى ثلث ساعه، ممكن يبقى ريكفري، يعني ليه كذا سيستم على حسب احنا فين في الاسبوع وفي الشهر وفي السنه. اوكي. الشخص اللي بيجي التاني بيتمرن بيبقى عنده وقت معين، سي مثلا ساعه، ده جاي يطلع انرجي معين. أوكي. عنده جول ان هو انا يومي كان طويل النهارده في الشغل وجاي في الزحمه ومش مبسوط قوي من الشارع مثلا، فجاي النهارده جاي دلوقتي في الساعه دي انبسط. اوكي. واخس شويه يمكن مره مثلا يعني، واخس شويه واعرق، فطلع شويه اندورفينز، هرمونات لذيذه، ابقى طالع حاسس ان انا ساتيسفايد، عملت حاجه أوكي. لنفسي كويسه النهارده. اوكي. فده بيبقى ليه موتيفيشن معين وليه ستايل معين في التمرين. لو بنتكلم على النهارده لعيبه الكوره او لعيبه التنس، دول اكتر لعيبه انا بمرنها فعلا عشان انا لعبت اللعبتين. اوكي. ولما بتلعب اللعبتين بتبقى انت مخك خلاص في اللاوعي بتاعه بيبقى عارف الحركه هنا عامله ازاي والحركه هنا عامله ازاي. فتبتدي تمرن اللعيب ده بالحركات بتاعه الملعب. مقاس ملعب الكوره غير مقاس ملعب التنس. أوكي. الوقت اللي بيلعب فيه لعيب الكوره الريشيو يعني بتاعه للريست للورك ريشيو، اللي هو الوقت اللي انا بشتغل فيه، الوقت اللي انا بريح فيه، لا الكوره بتطلع فيه بره مثلا، صح، غير الوقت اللي بنعمل رالي انا واللي قدامي والكره بتطلع بره عبال ما البوي يرجع الكوره ونرجع يجيبها لي والعب السيرف تاني. ده وقت وده وقت. اوكي. دي انرجي ودي انرجي، ده بالايد وده بالرجل، الموضوع مختلف تماما. حلو. فبالتالي دي برضو جزء من الدراسه غير التجربه. اوكي. انك بتدرس الساينس جوه اللعبه، فبالتالي تعرف لو عندك التولز دي تعرف تكستمايز، تجيب حاجه من هنا تحطها هنا، ديبندز على الشخص واللعيب اللي قدامك. فبهنا تلاقي نفسك وصلت للعيب اللي قدامك ده او للفرقه اللي قدامك او للمنتخب او لاين كان لريزلتس. لو قعدت تمرنه 3 سنين خليته اقوى واحد في العالم، مش هيوصل بنفس الريزلتس دي. فاكر كنت بقرا الكتاب اللي فيه قصه حياه اجاسي، كان بيقول ان هو بعد فتره كده من مش عارف يتطور في لعب التنس، شافوا كوتش كده في الجيم اللي هو كان بيتمرن فيها في لاس فيجاس، لقاه عمال يشيل حديد وبيبنش كميات مهوله وبتاع. قال له انت مش عارف بتعمل ايه في الكميات الحديد اللي انت عمال تبالك فيها نفسك، فانت بتتقل في ملعب التنس. وبعد كده هو يعني خلي بالك الكلام ده مثلا بقى تسعينات. فما كانش فيه العلم متاح بهذا الشكل. وهو واحد قدر بعد كده يقنع الراجل اللي اداله النصيحه دي ان هو يبقى كوتش بتاعه، الفتنس كوتش بتاعه مش التنس كوتش بتاعه. ايوه. وخده وفضل مكمل معاه لحد يوم ما اعتزل. والراجل فضل كل شويه يغير في البروجرام زي ما انت بتقول كده، حتى ان هم جم في مرحله بعد ما اتحسن كتير بنوا الراجل كان بيشتري معدات الجيم ويحطها في بيت اجاسي ويعمل عليها تعديلات عشان ما تبقاش مؤذيه بالنسبه للعيب التنس وعنده قصه كده. طيب بس انا اسالك سؤال النهارده. انا النهارده جاي لك لعيب تنس، دي لعبه فرديه، فانا عندي كلاعب كرياضي متحكم في جدولي وممكن اعمل فيه. لكن لما يجي لعيب كوره النهارده هيخلص معاك وعنده البرنامج التدريبي بتاع الفرقه بقى اللي هو مش هيقدر يعدل فيه لانه ده بيحطه المدرب، هي الحاجات دي بتمشي مع بعضها ازاي؟ ولا هي بتبقى متناسقه؟ يعني انتوا بتظبطوها مع بعض مع المدرب الرئيسي بتاع الفرقه؟ بنظبطها طبعا مع بعض. أوكي. بس الموضوع بيختلف من اللعبه الفرديه للعبه الجماعيه. اوكي. اللعبه الفرديه في العالم كله دلوقتي، اللعيبه الصغيره واللعيبه الكبيره انترناشونال بلايرز، كل لعيبه التنس النهارده او حتى السكواش عندهم طقم كده، عندهم تيم معين. عندي تيم واحد بتاع التغذيه نيوتريشن، وعندي واحد بتاع الفيزيكال كوتش بتاعي او الفيتنس كوتش بتاعي، وعندي التكنيكال كوتش اللي هو التنس اللي بيمرني
انا بقعد بقى معاه بالساعات، بنتكلم في التنس نقف يعني. ونركز ونعمل والفور هاند كذا والباك هاند كذا، وهنقف هنا لما الكرة تبقى هنا، نبتدي نحفظ ونبتدي فنيات اللعبة. تمام. تمام. ده الشكل الصح. وطبعا عنده يوم بيعمل فيه ريكفري مساج، بيعمل ساونا، بيعمل مش عارف ايه، عنده السيستم بتاع الريكفري بتاعه او عندها. ده بالنسبه للعبه الفرديه. اللعبه الجماعيه وطبعا ده كله بيتظبط مع بعضه. يعني انا عندي جروبس بتاعتي على الواتساب فيها اللعيب والطقم بتاعه وفي فيزيوثيرابيست كمان. صح. عشان احنا عندنا واحد طول ما احنا بنشد ونعمل ونسافر وطياره ونروح ونيجي وبتاع، في حاجات محتاجين نصلحها. صح. فبندي لكل واحد حقه، وبندي لكل واحد الحاجه اللي بيفهم فيها. على مستوى الفرقه فيها في مصر لعيبه كتير قوي، فطبعا الوحده التدريبيه ما بتكفيش ان اللعيب ياخد حقه 100%. تمام. فبيطلع لما الوقت يعدي بيطلع ناقصه حاجات كتير قوي. اوكي. فمضطر ان هو يطلع بره يزودها ويحسنها. اوكي. وعشان في شويه عدم وعي للاسف سنه بالاحمال وبالحمل التدريبي في الاسبوع والسنه والسيزن والاوف سيزن وهكذا، اللعيب مضطر ان هو يشوف مين اكتر واحد حواليه من المدربين بيعرف يظبط الحته دي. أوكي. ويضطر ان هو يروح له. اوكي. المدرب الشاطر بقى اللي ما يبقاش واخده بيشيله حديد، يحط له لود على لود، يجري كتير، لود من غير اي وعي، فبالتالي يلاقي نفسه ان هو نزل بقى مع فرقته في الملعب مش قادر يعمل، او هيقدر نص ساعه وهيبقى جامد قوي قوي، بعد كده هيلاقي نفسه كيرف ابتدى يقع تماما. فاجان ديبندز على التولز اللي عند المدرب. اوكي. ولكن المفروض تتعمل بذكاء جدا، لان المدرب محتاج ساعتها يعرف الفرقه دي ماشيه ازاي. وهي الفرقه ليه ما بتعملش الحاجات دي للاعيبتها؟ يعني ليه اللعيب مضطر يعمل الحاجات دي لوحده؟ بكلمك على الفرقه، على فكره الرياضات الجماعيه، مش على فكره بره مصر برضو في اوروبا في امريكا بيعملوا نفس الحاجه، بس في اوقات معينه يمكن. اوكي. يعني هتلاقي مثلا على سبيل المثال راشفورد في وقت معين في الاوف سيزون بيطلع عند حد معين بره بيعمل له حاجه معينه، تلاقيه رجع السيزون ده لما تتفرج على مانشستر يونايتد النهارده هتلاقيه مختلف تماما. مختلف فيزيكلي، اسرع لعيب في الفرقه. بيعمل حاجات معينه ما حدش بيعملها النهارده. ف يعني ديبيندز على الوقت وعلى التوجه الفرقه ماشيه وعلى هو اوف ولا لا. يعني مثلا لو واحد في المنتخب بتاعه بره في كاس العالم، هو بيلعبش في كاس العالم، محتاج ان هو لا يشتغل يعني على نفسه بطريقه معينه عشان يرجع يوازن نفسه مع الناس اللي طلعت كاس العالم وخدت خبرات واتمرنت وعملت ماتشات وهكذا. اوكي. يعني معرفش اذا مناسب الاسماء، يعني سواء باسماء او من غير، بس هو بالنسبه للرياضات الفرديه سواء في مصر او في العالم العربي، تشوف الفرقه اللي انت كنت بتشرحها لنا دي، الفرقه اللي حوالين اللعيب دي او اللاعيبه، موجوده الحكايه دي منتشره؟ يعني بتزيد، لاقيه اقبال في ناس معروفين عندهم هي دي طريقه شغلهم الطبيعيه وهو ده اللي بيساعدهم يحققوا النتائج دي في الحته بتاعتي؟ سواء انت قلت لي اللعيبه الفرديين مثلا، لو خدنا لعيب تنس مثلا حواليه واحد بتاع تغذيه، واحد فيزيوثيرابيست، واحد مدرب احمال، الكلام ده موجود بكثره في بلدنا، ولا دول ناس حالات فرديه مخهم هو اللي جابهم يعملوا كده؟ ما اقدرش اقول ما فيش. اوكي. اعتقد ممكن يبقى فيه بس مش هيبقى فيه كتير. اوكي. البيس سريع قوي. اوكي. والمدربين للاسف عايزه تشتغل، فكله بيحاول، بالذات الجيل القديم يعني بتكلم، كله عايز يجري وكله عايز يمشي، فكله عنده سيستم معين في دماغه متعود عليه ومرتاح فيه. بيابلايت على الناس كلها واللعيب هيتحسن. اوكي. يمكن هيتحسن، هيطلع من هنا لهنا وهيفضل شويه، بس هيبقى بالنسبه له هو بيتحسن. اوكي. احنا بنشتغل بطريقه معينه شويه، هنحافظ على الكيرف ده بيطلع كتير قوي، حتى لو بيطلع يعني 0. صح. يعني 1. ففي في من غير ما اقول الاسماء، بس قليلين قوي. طيب انت في الاول نرجع شويه للدراسه، قلت لي انا كنت مقرر رايح اعمل بزنس وبعدين ماركتنج وعايز اعمل الحته دي يعني. بس انت النهارده انتهى بيك المطاف في حته تانية خالص غير الماركتنج. يمكن طبعا بتسوق لشغلك بتعمله، لكن انت في حته تانية خالص. لو كان رجع بيك الزمن النهارده يا عمر، وواحد بيقول لك انا هي دي الشغلانه اللي انت بتعملها دي، واحد جاي لك طالع من الثانويه عامه يقول لك انا هشتغل الشغلانه دي، تقول له يروح فين النهارده؟ يدرس ايه ممكن يساعده يختصر شويه سنين انت اضطريت تعملهم بعد كده؟
مش هيروح بقى يدرس ماركتنج، انا عايز اتخصص في الموضوع ده من دلوقتي؟ هقول له لا، في حاجتين. هقول له يا اما هو في مصر فيخش تربيه رياضيه عادي جدا زي ما ناس كتير جدا بتعمل في مصر، ويبتدي مع ده يبتدي يحسن نفسه في كورسز بره، يشوف الناس بتعمل ايه بره. اوكي. يبقى بيدرس البيسكس والحاجات اللي احنا بندرسها في مصر بقالنا سنين مع حاجات بره بتتطور، فيبتدي يبقى ليه شكل معين. يا اما هو اوريدي مقرر ان هو لا هياخد حاجه تانية. في ناس بتلعب برضو الاوبشن السيف صح قوي، خلي عندي بلان بي كده على يعني هاخد حاجه كوميونيكيشن، هاخد حاجه بيزنس مش عارف ايه، وهبقى معاها داي باي داي فيتنس اول ذا واي لحد ما اجي اتخرج. وفي الاخر مش هشتغل بده، هشتغل بالفيلم. يبقى عندي احتياطي لما الموضوع ما يمشيش. في ناس بتعمل كده في مصر للاسف. بره مصر مش بتمشي القصه دي. صح. خلاص المنهج هناك ابديتد جدا، كل حاجه ماشيه بسيستم معين، فانت بتطلع في حته تانية. اللي انت محتاج تزوده هو الابلكيشن والاكسبيرينس بتاعتك. اوكي. فيعني مينلي العلوم الرياضيه مش متاحه قوي كدراسه في بلادنا بشكل عام، يعني سواء مصر سواء الوطن العربي بشكل عام، يعني ما بتسمعش غير التربيه الرياضيه طبعا اللي موجوده من زمان، ولكن الدنيا تهيألي اتطورت واتغيرت. يعني جامعات ما بتقدمش مناهج وشهادات متخصصه الواحد يطلع عنده بكالوريوس في حاجه لها علاقه بالرياضه غير موضوع التربيه الرياضيه ده في مصر. على قد معرفتك يعني لا ما دورت ما لقيتش وما شفتش لحد دلوقتي. للاسف. اوكي. طيب احنا ازاي نحول الرياضه من هوايه او شغلانه الناس بتكتسبها بعد ما جربوها فعجبتهم فقرروا يعملوها لعلم؟ يعني ازاي الموضوع يتحول لعلم عندنا؟ ازاي نبدا ندي مساحه اكتر للناس اللي فهمانه في الرياضه بشكل علمي اكتر، سواء كانوا فاهمين في الرياضه من ناحيه اللياقه البدنيه او من ناحيه التدريب، سواء تنس، كوره، باسكت. ما هو الموضوع كله علم، يعني عارف العلم كله موجود واللي عايزه يتفضل يروح ياخده. ازاي الفكر يتغير يروح اكتر ناحيه العلم؟ انه هو الفكر يعني الفكر مضطر يتغير اوكي عند الناس، لانه خلاص في ناس معينه بتابلاي الساينس ده بقالها فتره حلو وناجحه بيه جدا. فانت النهارده لو عايز تخش المجال ده صعب قوي ان انت تبقى بس مجرب الموضوع، لعبت رياضه فتره معينه فبالتالي انا عجبني الموضوع بجد ودي حياتي وانا طول عمري كده بس مش لاقي فرصه فعايز. ده انا بشوفه كتير جدا حتى على الانستجرام. ناس بتقول لي انا بقالي مش عارف ايه بلعب قد ايه، بقالي قد ايه وعايز اخش في المجال ده اعمل ايه. ده سؤال بيطرح على شباب وشابات كتيره جدا كل يوم فعلا بلاقيه سبيشالي في المسجات بتاعتي وبتاع. ولكن الموضوع ببقى عندي دايما سيكشن علم وعندي سيكشن كواليتيز. في ناس بيسموها بالعربي قماشه. اوكي. في مدربين طلعوا شافوا غلطات مدربين حواليهم كتير، فبالتالي عرفوا ان ده غلط وده صح. عرفوا انه الموتيفيشن في الالعاب الجماعيه ده شكله، في الالعاب الفرديه ده شكله. ان الهدوء والمنتاليتي وانك انت تبص وتبقى صابر وتعرف امتى تقول كومنتس موجود هنا بشكل، موجود هنا بشكل. فدي حاجات كلها بتبيلد على بعض. وفي الاخر انت بقى كشخص بالبيرسوناليتي بتاعتك اللي انت متعود عليها ومتربي عليها كلعيب او كواحد هاوي او كواحد رياضي بتروح تجري حتى في التراك او لعبت مش عارف ايه قد ايه، بتبيلد اب ده بطريقه معينه وتحطه في سيرفيس. ده اللي انا بشوفه نجاح لكل واحد. ولازم وبالتالي لازم العلم يبقى موجود، لانه العلم الشغلانه بتاعتنا دي سريعه جدا. انت بيطلع ريسيرش وبيطلع حاجه معينه بيكتشفوها انه بدل ما بقت شمال لا محتاجه تيجي يمين شويه. اوكي. فالطريقه هنا اتغيرت. اوكي. الستريتش ده بقى بيضايق مفصل مش عارف ايه، فاحنا هنشيل الستريتش ده هنغير الانجل بتاعته تبقى مختلفه تماما. اوكي. عشان تتارجت حاجه معينه احنا عايزينها. اوكي. ففي شويه يعني تيمبو بيتغير كل فتره. فانت محتاج دايما تبقى ابديتد عشان تعرف تجد ذا بيست سيرفيس. لان في ناس بتطلع وتكمل، وفي ناس بتطلع وما بتكملش. في ناس بتطلع تكمل وتبقى كويسه جدا ولكن يبقوا قافلين على نفسهم قوي، بيمرنوا كام حد بس وهم ده يعني هم ده اللي هم بيعملوه دلوقتي ومبسوطين فيه ومرتاحين فيه وخلاص. فانت في وايد رينج اوف يعني سيرفيسز في الموضوع. فديفينتلي انا شايف ان العلم ده
هياخد سلاح. المفروض هو اللي هيعدي يعني سلاح. هيضغى على الموضوع في لحظه ما. سلاح كبير جدا يعني. تكلمت على الناس اللي بتبعت لك تقول لك انا عايز اشتغل في الموضوع ده وانا حابب بقى لي بتمرن وعايز اعمل. بتحس انه في كام يعني مواصفات كده معينه، مش مواصفات يعني خلينا ناخد الاول المواصفات الرياضيه. هو انا عشان اشتغل كوتش لازم انا ابقى كمان فت ولا مش شرط؟ بص انا دونت اجري مع الحته دي، اوكي، ولكن لازم يبقى عندك وعي. اوكي. بنسميه في الرياضه او في شغلتنا كوردينيشن واويرنس شويه. كوردينيشن انا عارف انا بتحرك ازاي، عارف بجري ازاي، عارف بقف ازاي، عارف بلف ازاي، عندي شويه موفمنتس اعرف اتحرك جواها. اوكي. عشان لما اجي اشرح لرياضي او هشرح لواحد جاي يتمرن يعمل ده ازاي، لازم اوريله يلاقي بالنسبه له لما انا بعمل ده يلاقي اللي هو ايه ده، دي سهله قوي يعني، ايه السهوله دي. اوكي. ويجي يعملها يلاقيها صعبه، بس هو بالنسبه له شايف ان انت بتعمل الموفمنت بيرفكت. مش لازم تكون بتشيل 100 كيلو بالظبط كده. ده يبقى بلس، يا ريت لو بتشيل يعني حاجه لذيذه تبقى يعني متقدم عنهم في الموضوع. تمام. تمام. بس مش اي حد بيعرف يتحرك صح خالص يعني. هتلاقي ناس تعرف مثلا في الرقص، تلاقي ناس تعرف ترقص كويس جدا. اوكي. وناس واخوه ما بيعرفش يرقص. اوكي. مثلا هو اويرنس وحاجه معينه هو نماها وهو اتنمت وهو صغير، ممكن في المدرسه في البريك. اوكي. وبعد كده وقفت شويه. فانا مع ان هو يبقى عنده شويه اويرنس وكوردينيشن ويبقى بيسيرف الحته اللي هو فيها. يعني مثلا لو انا النهارده بمرن بادي بيلدرز، انا محتاج ابقى فورمه معينه وبسيرف الناس دول في الجيم او في الويت روم بنسميه. لو انا في التراك اند فيلد مش محتاج ابقى الشكل ده خالص. أوكي. محتاج ابقى سكويك يعني as possible. اوكي. بس انا مش شرط اتفوق على الرياضيين اللي انا جاي امرنهم خالص يعني. انا عايز اوريهم الشكل المظبوط شكله عامل ازاي، بس انا مش شرط ابقى اجمد واحد في الموضوع ده خالص. مش شرط ابقى اجمد واحد. اوكي. بس المهم ان ده يبقى شايف حاجات الناس كلها مش شايفاها. اوكي. الحته النفسيه في الرياضه مش سحر يعني، فاهم؟ مش قعدت اتمرن معاك النهارده 3-4 اسابيع يعني هتقدم، بس مش هيحصل لي تحول يعني، الموضوع طويل الاجل. يس. الحته النفسيه دي الكوتشز بيعالجوها ازاي مع الناس اللي داخلين لهم النهارده اول يوم، سواء كانوا رياضيين محترفين بيعانوا مثلا، شايف ان هو عنده الحته دي نقص معين وعايزها تتحسن بس مش مديها فرصتها مع الوقت، او رياضي او شخص عادي يعني طبيعي عايز يلعب رياضه عشان صحته تبقى احسن. بنعملها ازاي الحته دي؟ بتفرق شويه برضو مع الاثليت اللي قدامي او الرياضي اللي قدامي، هو انهي نوع فيهم. اوكي. في ناس مثلا على سبيل المثال الناس اللي بتيجي تتمرن بس ساعه او حاجه في الجيم او في جروب سيشن او تيجي تعمل كلاس معين وتمشي، دول ليهم موتيفيشن معين وليهم طريقه تموتيفيت الناس دي او تشجعهم بان انت دايما يعني تسقف لهم. أوكي. او تبوش الناس دي عشان يحققوا احسن حاجه ما عندهم، فيطلعوا في الاخر مبسوطين من نفسهم وبيحسين انهم بيتقدموا. ولما تلاقيه مش موجود او تشغل في الدنيا وفي الحياه وفي الشغل، تبقى عارف ان انت امتى تكلمه، امتى تبعت له، امتى تديله الاهتمام اللي هو ممكن يكون مش لاقيه من نفسه مثلا. فبالتالي تفرق معاه جدا، فتلاقيه البرفورمانس بتاعه تغير تماما ونفسيا هو حاسس ان هو احسن. اوكي. وفي الجزء البروفيشنال ده انت محتاج تبقى فاهم وبقى فاهم رهيب. اوكي. الشخص نفسه وتبقى عارف تتعامل معاه نفسيا ازاي. اوكي. في ناس لعيبه لما بتسقف لها او لما بتديها تشجيع معين او بتقول لها هايل دي احسن حركه عملتها، مش بتبقى احسن حاجه. اوكي. المنتاليتي بتبقى مختلفه. لا بيحس ده طب حلو انا عملتها كويس، هو اوتوماتيكلي هو مش قصده. يعني هو من نفسه كده بالظبط. يبتدي يتدلع شويه. اوكي. يبتدي يجي متاخر مره. يبتدي يقول لك اصل انا تعبان النهارده مش عارف ايه فهروح. يعني في شويه بيهيفيرز بتطلع في الحته دي، لان هو برضه بيعمل كل ده بشكل يومي بشكل يومي يعني. بشكل وظيفي. فالموضوع بالنسبه له مختلف. اوكي. في ناس تانية تقول لها في احسن من كده او في اكتر من كده، او دي مش بتديني كل حاجه النهارده. اوكي. او في حاجه النهارده مش مظبوطه، هتلاقيه اثبت لك العكس تماما. أوكي. فبتعرف تطلع منه احسن حاجه عنده. فديبيندز. انا كنت مثلا وانا رياضي كان دايما المدربين في طريقه قديمه في التمرين اللي هي طريقه التعنيف. طريقه معينه او الصوت العالي بشكل معين.
حتى لو هو ممكن يبقى مشجع شويه الصوت العالي، ولكن هو مش في كوره بيبقى مشجع صح. خالص، ساعات بيبقى اجريسيف جدا، صح. فبيجيب نتيجه عكسيه تماما. انا كنت من اللعيبه التعنيف مش بيجيب معايا نتيجه اوكي. ايجابيه خالص، بالعكس انا اقول لي كويس النهارده نقطه، بالنسبه لي خلاص انت حاطيني في حته معينه، بكره هجيب احسن من الكويس، هجيب احسن عشان النقطه دي تتشال ويتحط بعديها كلمه احسن. تمام. وافضل ابيلد اب على كده. دي شخصيتي انا الشخصيه. اوكي. في ناس العكس. تمام. اوكي. في 3 اسئله كده مهمين بسالهم تقريبا لكل الناس. هسالك اول واحد منهم النهارده، اول واحد دلوقتي يعني. بتحس انه التخصص، يعني لو انت بتنصح حد متخرج من الجامعه بشكل عام، يعني سواء بقى في الرياضه، في مجال رياضي، مجال ماركتينج، اي مجال، اشتغل بسرعه حاجات عامه، يعني خليك جنراليست وبعدين تخصص بسرعه، ولا تخصص ولا خليك جنراليست كده بقيت حياتك؟ بتحس انت التخصص ولا المهارات العامه دي هي اللي بتؤدي في الاخر الى كارير انجح؟ ده سؤال حلو قوي. بحس واحنا صغيرين محتاجين حاجات عامه كتير قوي. حلو. محتاجين نعرف ناخد قرارات في اطار مجموعه، عشان نعرف القرار اللي احنا هناخده ده هيأثر على المجموعه ازاي، هيأثر على المجموعه الفلانيه بالشكل الايجابي، ولكن ممكن يأثر على الناس التانية بشكل، فاعرف اعمل امتى ديسيجن ميكنج. دي حاجه بتأثر في الشغل، في المكتب، في الشركه، في الملعب، في البيت، مع الزوج والزوجه، بتعمل كذا حاجه. فدي مهارات عامه. السوفت سكيلز محتاجه اتعلمها من بدري، سواء انا ايا كان هشتغل ايه. اوكي. اعرف البودي لانجوج بتاعتي عامله ازاي، والبرزنتيشن سكيلز عامله ازاي، اتكلم مع الناس ازاي، اسمع ازاي، يبقى عندي شويه حاجات معينه كده بيسكس. النهارده في 2023 24 احنا ديفينتلي لازم تبقى موجوده في اي بني ادم. حلو. بعد كده مع مرور الوقت، يعني كمان انا بتكلم فيه وانا في المدرسه جامعه وانا يعني ماشي لحد الجامعه. ما بعملش حاجه في حياتي غير ان انا اي حاجه قدامي بعملها وبتحسن فيها، وبلينك كل حاجه اتعلمتها بالتانية، عشان يبقى عندي في الاخر زي نت، شبكه كده. الشبكه دي كلها معلومات وكلها سكيلز وكلها حاجات اعرف اخدها اطبقها في اللي انا هعمله بعد كده، اللي هو ممكن يبقى في شغلي بعدين. اوكي. والله اشتغلت في الكوميونيكيشن ابقى احسن واحد في الكوميونيكيشن، اشتغلت في الملعب اللي هو برضه في كوميونيكيشن ابقى احسن واحد فيه، اشتغلت في بوزيشن فيه ليدرشيب خطير في حاجه معينه، او اشتغلت في مكتب لوحدي انا والكمبيوتر قاعد انا وهو طول النهار ناخد وندي مع بعض ايا كان. فدي اللي انا شايفها مهمه جدا. والتخصص يجي مع الوقت لحد ما في الاخر انت تلاقي نفسك هي دي خبير في دي. هي دي اللي انا بفهم فيها، وهي دي اللي انا هكبر فيها. اوكي. انا مع فكره انه الواحد عامه يعني النهارده انا عندي حاجه معينه بفهم فيها، اعملها واعملها كويس، وابقى عمر شعراوي بتاع الحته دي. اوكي. احسن بالنسبه لي من ان انا ابقى عمر شعراوي بتاع كله. انا ممكن ابقى فاهم كله. اوكي. بس انا مش عايز اشتغل كله. اوكي. يعني انا النهارده عندي في الشركه اللي انا شغال فيها او في الجيم عندي جزء مانجيريال. اوكي. وبحكم شغلي موجود بارتنر شير هولدر في الشركه، فعندي جزء مانجيريال كبير جدا. انا ما عملتوش وانا في الجامعه، ما عملتوش وانا في المدرسه، ما اتعلمتوش في الشغل بقى كده، اتعلمته، ولكن ده جزء. والفيزيكال ورك والشغل مع اللعيبه والرياضيين والكوتشنج مختلف تماما. اوكي. ده التخصص وده المهارات العامه اللي انا اكتسبتها مع الوقت. بالظبط. ده بشتغله وده بشتغله، ولكن انا هتلاقيني مثلا على السوشيال ميديا مش ببين ان انا بعمل اي عمل، ان انا عندي النهارده يعني ميتنج مثلا وقررنا كذا وهنعمل كذا. لا انا دي حاجه انا في الوير هاوس بتاعي موجوده بشتغلها، والناس اللي حواليا عارفه ان انا بشتغلها. بشتغلها كويس، بشتغلها وحش ده هنشوفه، هنسالهم على رايهم. ولكن الثانيه هي دي اللي انا بهامر اونت، وهي دي اللي انا ماشي الجاس بتاعي يعني. بشوفك كتير بتتكلم في الصحه النفسيه. يس. هي قد ايه الصحه النفسيه مؤثره على الرياضي ان هو ينجح، وعلى الكوتش اللي بيحاول يدرب ناس رياضيين؟ لا، الصحه النفسيه النهارده بقت حاجه بشكل عام طبعا، بس قصدي يعني لو خدناها من الانجل بتاعك انت النهارده. الانجل بتاعي ان النهارده اي واحد نفسيا لو مش 100% كويس، انا مش عارف امرنه. مش عارف همرنه النهارده، همرنه شويه بكره، بعد بكره هيبتدي يتسحب مني، لان هو مش هيديني نتيجه
مش ممكن فيزيكلي نبقى نتصاب في وقت معين لانه الجهاز العصبي شغال جامد قوي، فالريكفري مش احسن حاجه، ففي توتر جامد قوي، فالمخ شغال 24 ساعه، في اوفر ثينكينج بشكل معين. اوكي. فهو مش حاضر في البريزنت مومنت. اوكي. فلما ينزل الملعب بتاعه ممكن فيزيكلي يتمزق، يتعور، يحصل حاجه، لان هو النيرفس سيستم بتاعه مش قادر يكوب، مش في وضع نفسي جيد يعني، مش مركز مع نفسه، مش قادر يكوب مع كل ده. في تابس كتير قوي مفتوحه، فانت السوفت وير مش عارف يبقى سريع انيمور. فات سام بوينت لو حطيت حاجه هيهنج، ده الطبيعي يعني. اوكي. فدي الصحه النفسيه بالنسبه لي في الرياضه يعني. اوكي. وبالنسبه للكوتش وادراكه على المواضيع دي، بتحس ان دي حاجه المفروض برضو اللي بيفكر يخش في المجال ده يبقى فاهم ان هو محتاج يبذل شويه مجهود يفهمها ويقضي وقت مع الرياضيين اللي هو بيمرنهم، سواء كانوا هواه او محترفين في الكلام عنها، ولا لا ده دور حد تالت بقى؟ 100% at some point ده دورك. اوكي. انا بعتبره دوري انا الشخصي. اوكي. بحكم خبرتي في حاجات كتيره قوي بره الرياضه ليها علاقه بالصحه النفسيه. اوكي. ودي جايه من اكسبيرينس اكتر. وعلى فكره احنا بندرس ده برضو في السيرتيفيكيشنز بتاعتنا. يعني انت مثلا عندك 10 تشابترز، في 2 او 1 منهم ليه علاقه بالسيكولوجي. اوكي. عشان تبقى عارف تنفذ كل اللي انت اتعلمته ده مع بني ادم، مش مع مكنه يعني. بالظبط. فتعرف ازاي تشغله بطريقه معينه. اوكي. فمهم 100% يعني. عندي اخر سؤالين، التريد مارك بتاعتي في الحلقات اللي فاتت. اول سؤال، هي شغلانه اللياقه البدنيه والرياضه والتدريب شغلانه هنقدر نعمل منها فلوس؟ انت عارف النهارده تقعد مع اي حد متخرج رايح الجامعه او يعني لسه بيجهز نفسه انه يتخرج، هيقول لك انا عايز اشتغل شغلانه من الجيل الجديد، عايز اشتغل شغلانه اعمل منها فلوس. فانا الشغلانه دي هقدر اعمل منها فلوس؟ يس. اوكي. تقدر تعمل منها فلوس جدا. وازاي اخلي نفسي مميز فيها؟ محتاجه كونسيستنسي، استمراريه قويه عشان تلاقي منها الفلوس اللي انت ممكن تبقى يعني بتأمل ان انت تبقى معاك. تأمل انك تبقى معاك بالظبط. اوكي. واخر حاجه عمر، انت عايز تسيب ايه وراك من شغلك؟ مش يعني مش عايزه يبقى سؤال فلسفي يعني، ده امبارح كنت بشرح لك على السؤال ده، مش قصدي في الحياه بشكل عام، ولكن انت عايز تسيب ايه من شغلك اثر وراك؟ عايز اقول لك انت احلى سؤال لان هو ليه علاقه بالنسبه لي عندي بالبني ادمين شويه. حلو. انا لحد دلوقتي وبقالي حوالي 4 سنين بعمل الحركه دي. انا بمرن مدربين. اوكي. يعني بديهم سكيلز معينه، بديهم اكسبيرينس معينه، بديهم اديوكيشن، بديهم ساينس معين يستخدموه بطريقتهم هم، ويابلاي بطريقتهم بالكاركتر بتاعتهم او بالكاريزما اللي كنا بنتكلم عليها في الاول، فيطلعوا مدربين مميزين جدا. حلو. فدي بالنسبه لي دي الحاجه اللي انا بسيبها في الناس اللي بتشتغل معايا. فانا لما النهارده بعد سنين طويله الاقي واحد باعت لي بيقول لي انه انا النهارده اتعلمت الحته الصغيره دي من 5 6 10 سنين اتعلمتها لي، ولحد النهارده انا بستخدمها وعامله كذا، انا ام فاين، انا تمام. دي الحاجه، هي دي الاثر اللي انت عايزه. طبعا دي حاجه اللي انا سبتها مع الناس. انت مش هتسيب، مفيش حاجه فيزيكال هتقدر تسيبها. اوكي. انت هتسيب اثر في بني ادم، دي حاجه عمرها ما هتروح. اوكي. وبني ادم ده هينقلها لبني ادم تاني at some point، لان انت ما بخلتش عليه بحاجه، فيحس اللي هو طب ما الراجل ده اداني ده، طب انا ممكن كمان ادي. مش لازم يعني ابقى بروتكتيف قوي على المعلومات بتاعتي لانها موجوده. يعني لو حد اجتهد شويه هو هيلاقيها، انت مش محتاج تخبي حاجه. أوكي. عشان في ناس مدربين في مجالنا بيعملوا كده كتير جدا. ده الجزء الاول من الاجابه. الجزء الثاني من الاجابه هو للرياضيين وللناس. مفيش رياضي بالنسبه لي عندي انا بيجي يتمرن معايا مش بديله حاجه، سواء انا قاصد او مش قاصد، ليها علاقه بالحياه او باللايف ستايل او بالمنتل هيلث او بالويل بينج بتاعه. ما بياخدهاش معاه كده تيك اواي وهو ماشي كل يوم. اوكي. لا، بيجي لي ناس كتير قوي كانسر سرفايفرز بيتمرنوا معايا، لعيبه تنس، لعيبه كوره، ناس كانوا تعرضوا ان هم اوفر ويت بقالهم سنين مش عارفين يخسوا. دي حاجه نفسيه صعبه جدا على فكره. في ناس تانية طبعا من حوادث او عندهم disabilities معينه. فانت عندك وايد رينج اوف بيبل باكسبيرينسز مختلفه تماما. فلما تيجي كل مره تشوفه كل يوم وتديله حاجه وهو ماشي،
دي غيرت حياته بشكل مختلف. في كومنت جالي من كام يوم حابب اشيره معاك النهارده. ده كان حد اونلاين، انا كنت بمرن اونلاين يعني، ولا شفته ولا شافني، كنا شفته بس على زوم فيديو كول يعني. فيديو كول. اوكي. الشخص ده كان عنده عمل عملية غضروف، وكان ما بيعرفش يصلي او يسجد او اي مفيش الحركات دي مش موجوده، فبالتالي بيقعد على كرسي، وهو يعني في الثلاثينات يعني، مش حد كبير في السن، مش حد كبير، مش حد اوفر ويت، مفيش مشكله يعني فيزيكال رهيبه تمنعه غير العمليه. فاتمرنا اونلاين اسبوعين 3 عشان نصلح بس الحته دي. فبعت لي مسج من كام يوم قال لي انا عرفت في رمضان اسجد تاني، واول ما نزلت سجدت دعيت لك. حلو. فدي عملت لي يعني حاله من البوز كده والاشعاره، بقيت اللي هو بتهيتيو كده، بتخبطك كده فجاه، تحس اللي هو ده الاثر اللي انت بتسيبه للناس، ان هو واحد مش عارف يسجد بقى بيسجد. ولما سجد افتكرك فدعا لك. مش هتبقى، ما اظنش انك هتبقى عايز حاجه تانية يعني. خدها من حته تانية الحته دي. ختام عظيم يا عمر بالحكايه دي. متشكر جدا انك جيت معانا النهارده، وان شاء الله نلتقي تاني. احنا في حاجات كتير قوي مواضيع يعني اتهيالي ان احنا مهتمين جوينتلي بيها، ان شاء الله نقدر نساعد اكبر عدد ممكن من الناس. انا اللي مبسوط جدا من التوبيك ومن التخصص بتاع التوبيك، حاجه الناس كلها محتاجاها. اي ثينك انها تشوفها وتسمعها وتتعلم منها كتير يعني. شكرا عمر. ميرسي جدا. ثانك يو.